السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي نون جابت لي هدية جميلة جدا. هي عبارة عن اير كومبريسور ديجيتال وبيشتغل برضو باور بانك. اكتر حاجة عجبتني في الاير كومبريسور ده هو انه يعني ديجيتال، بيعرض لي البي اس اي وبيحوله لبار وبيظبط الكاوتش اوتوماتيك. انا كان عندي اوريدي اير كومبريسور، بس كان العيب بتاعه ان هو لازم يتوصل ببطارية العربية، مش بيتوصل عادي، فدي كانت صراحة مشكلة بالنسبة لي. تاني حاجة انه كان انالوج، فانت لازم تبص بقى وتحدد القرايات بتاعتك من العداد ده، وكمان هتاخد منك وقت اكتر خصوصا ان هي مش مانيوال. فخلينا بقى دلوقتي نجربه على العربية عندي ونشوف هنستخدمه ازاي. طيب، اول حاجة نفك البلف بتاع الكاوتش، وبعد كده نركب المنفاخ بتاعنا. احلى حاجة ان الموضوع ده سهل، أنا كان عندي كذا بلاك في المنفاخ التاني، تمام، واحد للكاوتشات، واحد للكور، واحد لكذا حاجة يعني. الميزة هنا ان انت ده بيركب على اي حاجة، لان انا جربته على العجلة بتاعتي برضو. هنا بيقول لي ضغط العربية بتاعتي كام، هنا 29 بي اس اي، فخلينا نزود ل 39. انا هنا بظبط 39، وبعد كده هتدوس هيشتغل معاك. طبعا هو هياخد وقت شوية، اعتقد الباور بتاعه هيبقى اقل شوية من اللي موجود عندي. طبعا شايفين الحجم، ولكن ده يعني في ايدك على طول. يعني شوف، انا الضغط الهواء عندي ما كانش مظبوط خالص، كان نازل حوالي 10 درجات، وما فكرتش ان انا اظبطه بالمنفاخ القديم لانه برضو كبير شيلة شوية. لكن ده فعلا اون ذا جو كده، تاخدها معاك وتظبط الهواء على طول. فانا شايف ان هي انسب بكتير من التاني. هو كده وصل ل 39، وكده وصلنا للضغط اللي احنا عايزينه وفصل اوتوماتيك بقى.